هل الذكاء الاصطناعي قادر إن هو يعمل لي كل شغل التسويق بتاعي؟ ده من أكتر الأسئلة اللي بنتسألها الفترة دي. هل الذكاء الاصطناعي عنده القدرة إن هو يساعدني في كل حاجة في التسويق؟ يعني ممكن يعمل لي ديزاين، ممكن يعمل لي فيديو، ممكن يكتب لي سكريبت، ممكن يعمل لي مونتاج، وممكن يعمل لي كل الكلام ده. الحقيقة هي ولا. هو ممكن يعمل لك الكلام ده ولكن بليميت معين. يعني هو ممكن يعمل لك ديزاين كويس ولكن ما تعتمدش عليه بنسبة 100%. فبرضه انت هتحتاج ان انت يكون معاك جرافيك ديزاينر علشان يقدر يعدل على الديزاين اللي هيطلعه الذكاء الاصطناعي. وممكن يعمل لك فيديوهات ولكن هتحتاج فيديو اديتور علشان يستخدم الفيديوهات دي في فيديوهات اخرى. بمعنى انا ممكن اعمل فيديو لعيادة ولكن مش هقدر اعمل فيديو كامل من اوله لاخره بالذكاء الاصطناعي. احسن ما يكون معايا عنصر بشري او فيديو اديتور شغال معايا. ممكن اعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي وانزله ولكن لما يكون معايا فيديو اديتور شاطر بيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بيطلع حاجة افضل. نفس الكلام لما الذكاء الاصطناعي بقول له اكتب لي سكريبت للموضوع المعين، المفروض ان انت بتاخد السكريبت ده وبتراجعه وبتنقحه علشان تطلع افضل صورة منه. يعني من الاخر الذكاء الاصطناعي ما تعتمدش عليه اعتماد كلي، هو أداة مساعدة فعلا قوية وفعلا بتتطور كل يوم عن اللي قبله. ولكن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي ممكن يؤدي لنتائج مش أفضل حاجة.